ثانوية عامة كانت سنة صعبة جدا انا عارف، بس عايزك تاخد نفسك كده وترجع لورا وتقول الحمد لله الحمد لله ايا كان المجموع اللي انت جبته. لو انت جبت مجموع في 1000 مليون مبروك، ربنا يسعدك ويوفقك في اللي انت فيه. ولو ما جبتش مجموع انا عارف انك انت زعلان ومتضايق لانك شايف انك انت تعبت وما لقيتش مقابل او ما دخلتش الكلية اللي انت عايزها او ما جبتش المجموع اللي انت عايزه. لو انت ما جبتش مجموع فانا عايزك تقعد كده وتفكر مع نفسك شوية وتعرف وتتأكد ان اولا ده الخير ليك، ثانيا انك انت عملت اللي عليك وانت تستحق انك انت تحترم نفسك لانك بذلت مجهود وعملت اللي عليك وانك انت جبت مجموعك ده بالحلال. وزي ما زميلي علي دايما كان بيقول يا بخت اللي مجموع حلال، يا بخت الانسان اللي تعب واجتهد عشان يوصل للي هو عايزه. ف1000 مليون مبروك ليك على المجموع القليل اللي انت جبته، اجره عند ربنا كبير. عايزك تتاكد ان مش بالشرط ان ربنا يديك مجموع دنيوي، احيان كتير جدا الاجر او المجموع بيكون مجموع في الاخره. هون على نفسك، ما تاخدش الموضوع على صدرك وتتضايق، بل تقبل الموضوع بصدر رحب وقول الحمد لله واشكر ربنا، واكيد عوض ربنا ليك كبير، واكيد ان ده الانسب ليك. خلينا نتكلم على الانسان اللي جاب مجموع ودخل كليه وهو اصلا مش ده مجموعه او ان هو غش. ربنا بيمحي البركه من المجموع ده، ربنا عمره ما بيبارك في حاجه حرام، لان المجموع ده جاي من غش، جاي من حاجه حرام، واي حاجه جت من حرام فالنار اولى بها. ولو انت ما جبتش مجموع او جبت مجموع قليل، انت قدامك اوبشنات كتير جدا وقدامك وقت كبير جدا انك انت تدخل كليه بسيطه بمجموع بسيط، ولكن الكليه دي هتوفر لك وقت كبير جدا انك انت تطور نفسك، انك انت تكتشف نفسك اكتر، انك انت تجرب مجالات جديده عليك، انك انت تشوف المجال اللي انت هتبقى شاطر فيه او المجال الانسب ليك، لان مش شرط انك انت لما تخش المجال ده انك انت شاطر في المجال ده. ومن هنا خلينا ادلك على الطريق اللي ممكن تمشي فيه. الطريق ده وهو الكشافة. ايه هو الكشافة باختصار؟ الكشافة هو مجتمع من الناس بتمارس شوية أنشطة وشوية مجالات بتكتشف من خلالها الحاجات او الحاجة اللي انت شاطر فيها. تقدر تجرب الماركتينج او التسويق، حزمة اوفيس، تشتغل على الوورد والاكسل والباوربوينت، تقدر تشتغل في مجال الميديا والتصوير والمونتاج، تقدر تمارس فيها الليدرشيب او القيادة، تشتغل وسط تيم، تتعلم حاجات كتير جدا وتجرب حاجات كتير جدا، فتقدر تكتشف الحاجة اللي انت شاطر فيها من خلال انك انت تمارسها. والمجتمع ده فور فري مجانا، هي تجربة ثرية جدا هتتعلم منها حاجات كتير جدا، وده من خلال تفاعلات وانشطة وشغل، وانك هتشتغل بايدك وهتكتسب خبرات عمرك ما هتكتسبها، وهتعمل علاقات، وديت حاجة مهمة جدا 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 في سوق العمل. هتتعامل مع ناس كتير بعقليات كتير مختلفة وفوقها واسع، ناس شاطرة جدا في المجالات بتاعتها، هتتعلم وهتاخد خبرات كتيرة جدا. كتير جدا بيخش كلية وبيحول منها لانه مش شايف نفسه فيها، مش شايف نفسه هيكون شاطر فيها، مش دي الكليه اللي هو عايز يخشها. عايزك تقعد مع نفسك كده وتسال نفسك سؤال، يعني انت اللي زعلان او متضايق انك انت جبت مجموع قليل، هل انت ضامن انك انت هو ده المجال اللي فعلا يعني ايه حياتك هتقف عليه، او هل ده فعلا المجال اللي هيوفر لك الحاجات اللي انت عايزها؟ عايزك تقعد مع نفسك برضو وتسال نفسك سؤال تاني، وده السؤال المهم او الكور بتاع الحياه كلها. هو انت بتتعلم ليه؟ انت عايز تخش الكليه دي ليه؟ ممكن عشان فلوس عاليه او حياه كريمه او مستوى رفاهيه يكون اعلى، كلنا عايزين الحياه ديت، ويمكن انت سعيك اصلا او دخولك الكليه ده عشان الحياه ديت، يعني كلنا عايزين نعيش حياه كريمه وحياه فيها فلوس، وديت الحاجه اللي احنا بنسعى عليها في الحقيقه. ما هو اللي بيتعلم عشان حاجتين، اما عشان الفلوس او اما عشان الاثر او الرساله اللي هو عايز يوصلها. اولا لو عايز الفلوس فالفلوس كده كده هتيجي، بس من المجال اللي انت هتتميز فيه. ولو عايز الرساله فانت في اي مكان تقدر تقدر رسالتك، دكتور هتقدر تقدر رسالتك، معلم هتقدر تقدر رسالتك، مهندس هتقدر تقدر رسالتك، كل واحد يقدر يوصل الرساله اللي عايز يوصلها في المهنه اللي هيكون فيها. فايا كان المهنه انت تقدر توصل الرساله وتقدر تدعو لربنا لو انت عايز تدعو لربنا، وهكذا. يعني كلنا بنتعلم عشان نجيب فلوس، بس هل المجال او كليه القمه ديت هي ديت بس اللي بتوفر فلوس؟ هل انت تضمن انك انت لما تخش طب انت هتجيب منها فلوس؟ عايز اقول لك ان اللي بيعرف يجيب فلوس او اللي يعرف يجيب فلوس كويسه هو الشخص او الانسان المتميز في مجاله، الشخص الفريد، الشخص اللي بيقدم حاجه غير كل الناس. ايه اللي بيفرق دكتور عن دكتور؟ ليه هروح عند دكتور حسن ما اروحش عند دكتور محمود؟ لان حسن بيكشف بضمير، يعرف يشخص المرض كويس ويعرف يوصل للعلاج المناسب، بينما الشخص الثاني هو جه لقى روشته علمها في الكليه، خدها بصمها زي ما هي، هعرضها لاي حد تعبان وعنده نفس المرض ده. في شخص مبدع، شخص يقدر يبحث وبالمعطيات يقدر يوصل لنتيجه افضل، بينما في شخص ياخد معطيات ويبصم النتيجه زي ما هي. انا عمري ما هروح للي بيبصم، انا هروح للانسان المتميز اللي يقدر يكتشف حل جديد، وقتها هتدفع له اي فلوس
فلوس هو عايزها. قيس بقى على كده الكليه اللي انت مستقل بيها، زي مثلا كليه تربيه، انا ممكن اخش تربيه واجيب منها فلوس. انا ايه اللي يخليني اودي ابني عند مدرس تقليدي؟ انا اوديه عند مدرس انا ضامن ان هو يعلمه، ضامن ان هو يخليه يعرف يجيب مجموع فعلا، فوقتها هديله اي فلوس هو عايزها. كلنا كده، اي مجال انت تقدر تجيب منه فلوس، ولكن بشرط انك انت تكون متميز في المجال ده. وعمرك ما تكون متميز غير لما تكون حابب المجال ده وعندك شغف بيه وبتحب انك انت تطلع وتتعلم فيه بشكل مستمر. عايزك ما تزعلش وما تتضايقش انك انت جبت مجموع قليل، الف مليون مبروك، ربنا يوفقك. انت عندك الوقت انك انت تكتشف فيه نفسك وتجرب في حاجات كتير جدا مش متوفره للشخص اللي ما عندوش او اللي دخل كليه قمه او كليه عاليه. للاسف المجتمع هو اللي بيحدد لنا الكليه اللي احنا عايزين نخشها، مش انت اللي بتحدد لنفسك، مش انت اللي بتختار الانسب ليك. عايزك تقعد كده وتشوف هو مين اللي قال ان ديت كليات قمه. يعني اللي قال ان ديت كليات قمه لان كان في ثوره صناعيه، فالناس محتاجه ان هي تعمل مصانع، فمحتاجه مهندسين، فبقت هندسه وقتها كليه قمه. في زمن الناس كانت تعبانه فيه لسه طالعه من حرب، فالناس احتاجت علاج، فاحتاجت دكاتره وصيادله، فوقتها كليه الطب بقت كليه قمه وقتها مش دلوقتي. ممكن اقول ان دلوقتي ان هي فعلا كليه قمه لانها بتجيب فلوس وتوفر حياه كريمه، ولكن بتحتاج مصاريف كتير. انا اجزم ان معظمنا اصلا معهوش الفلوس الكافيه ان هو يصرف على نفسه في وقت كليه او في الوقت اللي هيخش فيه كليه قمه. داخل اصلا تتعلم عشان تجيب فلوس مش عشان تصرف فلوس، فاهمني؟ ما تاخدش الموضوع على صدرك وافتكر ان ربنا ما بيضيعش اجر حد احسن عمل. بما انك احسنت واخلصت في العمل بتاعك واجتهدت وجبت مجموع، ربنا هيبارك لك فيه وربنا بيختار لك الانسب ليك، اللي انت شايفه صح ليك، مش بالشرط ان هو يكون ده الصح فعلا واللي ربنا هيوفقك فيه. الثانويه مش بتحدد المصير بل بتحدد طريق المسير، ومش بالشرط كمان ان الطريق ده هو اللي هتكمل فيه وهو ده اللي هتكون متميز فيه، ومش بالشرط برضو ان ده هيكون الانسب ليك. الانسب ليك هو لما تعرف نفسك كويس، لما تفهم نفسك هو انت شاطر في ايه ومش شاطر في ايه، انت حابب ايه ومش حابب ايه، وقتها تشوف الانسب ليك، وقتها هتكون عارف المجال اللي انت هتكمل فيه وتشاور عليه من بعيد وتقول انا عايز ابقى كذا. انت عايز تخش طب وهندسه لان شايف ان الناس كلها بتقول عليها ده المجال المناسب، ده المجال الكويس، ده المجال الحلو. عايزك تقعد مع نفسك وتفهم ان الحياه مش شويه القاب بيتحطوا قدام اسمك، مش كلمه مهندس هي اللي هتديك قيمه، ومش كلمه دكتور هي اللي هتخليك جامد تنين. يمكن هتكون جامد وهتكون قيم بالنسبه للناس، ولكن بالنسبه لنفسك انت مش مهم لنفسك. لا، يعني المفروض انك تبص لنفسك قبل ما تبص للناس، تبص انت عايز تكون ايه مش الناس عايزك تكون ايه. يعني المجموع القليل اللي انت جبته هيدخلك كليه او معهد او ايا كان المجال اللي انت هتخشه، وقتها هيكون قدامك وقت انك انت تدرس مجال انت بتحبه، عندك شغف بيه، تكتشف فيه نفسك، تعرف فيه قدراتك، تكتشف مواهبك، تعرف المجال اللي انت عايز تكمل فيه واللي انت هتكون شاطر فيه. فوقتها يعني الف مليون مبروك، انت على الطريق الصح. بينما الشخص اللي دخل كليه قمه زي ما بتقول الناس مش عنده الوقت، مصاريف عاليه جدا، لازم ينزل عمل كتير جدا. هل انت معاك المصاريف اللي هتعمل فيها او اللي انت هتعيش عليها؟ بكل تاكيد يعني اكاد اجزم ان لا. للاسف مسار التعليم التقليدي مش هو المسار الصح اللي احنا المفروض نكمل فيه. التعليم التقليدي كلنا دلوقتي عارفين بلا استثناء انه بقى نظام عقيم، نظام بيدرس مناهج عمرها ما لها علاقه بسوق العمل ولا بالمؤهلات اللي انت هتشتغل بيها، وانا اعمل ايه بالحاجات ديت اصلا. هو بيخليك بس ازاي تكون حمار مذاكره. مفيش كليه افضل من كليه، كلنا بنكمل بعض وكلنا بنحتاج لبعض. المدرس محتاج للدكتور، والدكتور محتاج للمهندس، والمهندس محتاج لخريج علوم، وكلنا محتاجين لبعض في ايا كان. ولكن زي ما قلت لك ان الانسان المتميز هو الانسان اللي يقدر يجيب فلوس من المجال اللي شغال فيه. هون على نفسك ايا كانت النتيجه وايا كان المجموع اللي انت جبته. مليون مبروك، ربنا يوفقك، خد استراحه، كافئ نفسك على اللي انت وصلت له. تاكد ان ربنا مش هيضيع تعبك. ربنا بيقول إنا لا نضيع اجر من احسن عملا. ربنا ما يضيعش اجر حد اخلص في العمل بتاعه، وبما انك اخلصت وتعبت وذاكرت واجتهدت ربنا مش هيضيع تعبك. ممكن ما تكونش النتيجه الحقيقيه بتاعتك، النتيجه الحقيقيه بتكون في الاخره. يعني وتاكد برضو او افتكر ان الرسول الكريم كان بيقول من غشنا فليس منا. حتى لو يبان لك ان الانسان الغشاش ده هو جاب مجموع وجاب كليه، الله اعلم ممكن ما يكملش فيها وما يكونش شاطر فيها. التعلم الحقيقي هو التعلم الذاتي، التعلم اللي انت بتدور عليه بنفسك او اللي انت بتتعلمه بنفسك بعيدا عن الكليات والمدارس والكلام ده كله. هو ده الاكثر رسوخا في الذهن، لانك انت اللي رايح
رايح له، انت اللي عايزه، انت اللي بتتعلمه، مش مجبر انك انت تتعلمه. ده بيلنك معايا قوي فكره ان انا درست سنتين، اكاد اجزم ان المعلومات اللي انا خدتها في السنتين انا اتعلمت اضعافها من 4 كتب انا قراتهم في نفس المجال، بل بتعمق اكبر، وفهمت واستوعبت وكنت مبسوط وانا بتعلم، عكس ما انا كنت بتعلم وانا مضغوط وانا مجبر ان انا اتعلم الحاجه دي. مفيش حد بيقدر يحدد مجال تخصصه او المجال اللي هو عايز يدرسه غير لما يفهم نفسه في البدايه، ويفهم المجال اللي عايز يخشه، وبعدها يكون قدامه الاوبشن ان هو يكمل فيه او لا. اتمنى انك انت تتريث كده وتكتب اللي انت عايز تخشه، مش اللي التنسيق عايز يوديك ليه. قدامك فرصه انك انت تختار مجال انت حابه او مجال انت عارفه او فاهمه وشايف انك انت هتكون متميز فيه. ما تضيعش حياتك وما تضيعش المجموعه اللي معاك، تاكد ان عوض ربنا كبير وان ده الانسب ليك ايا كان اللي انت هتدخله. وفي النهايه الحزن مش هيضيف لك اي حاجه، وعمر ما الزعل هيرجع لك النتيجه وهتكون افضل من اللي فاتت. خلاص اللي عدى عدى واللي راح والنتيجه اللي انت جبتها خلاص جبتها، مفيش حاجه هتقدم وهتغير في الواقع شيء. تأقلم وتقبل النتيجه اللي انت جبتها وتقبل اللي انت وصلت له وبس. يعني كل اللي عليك انك انت تفكر في اللي جاي، تفكر هتعمل ايه، هتخش ايه الافضل بالنسبه لك، ازاي انك انت تستغل فتره الاجازه، ازاي انك انت تجتهد في الكليه اللي انت هتروحها وتبذل المجهود اللي عليك، وتاكد ان اي شيء بتعمله باخلاص لازم ربنا يكتب لك الخير ويوفقك فيه. كلنا هنا في الحياه عشان نسيب الاثر بتاعنا والبصمه بتاعتنا في ايا كان المكان بتاعنا او ايا كان المجال. اعمل اللي عليك وانسى. الموضوع مؤلم ايوه ومش سهل انك انت تنسى وتعدي الموضوع زي ده، اللي في ايدك انك انت تعمله. دايما لما يكون في حاجه خارج اطار مسؤوليتك وغير خارج اطار تحكمك، خلاص ارميها ورا ظهرك. شوف ايه اللي انت تقدر تغيره، ايه الخطوه اللي انت ممكن تعملها وفعلا تحسن في الواقع اللي انت هتعيشه وهتغير فعلا في نمط الحياه او في المستقبل بتاعك. دي بس الحاجه اللي انت المفروض تركز فيها. انما الحاجه اللي خلاص حصلت ما تندمش عليها، بس اتعلم منها، خد الدرس من الماضي، ما تخلوش عائق ليك عن المستقبل بتاعك. اتمنى لك حياه سعيده.